السلام عليكم يا عيال. اليوم عندنا حل مشكلة أغلب الناس بيعانوا منها لما يجوا يثبتوا لعبة كراند وكذا، اللي هي مشكلة الشاشة السوداء. أكثر الناس دايما بيعاني منها، فراح أقول لكم بعض النقاط والشرح موجود في تيك توك. أوكي، يعني النقاط هذه أسمعها بعدين نروح برج الشرح حقتكم. وبس يا عيال، لا تنسوا اللايك والاشتراك وخلونا نبدأ. النقطة الأولى يا عيال، اللعبة هذه يا عيال حطيتها بدون مودات، يعني اللعبة الأصلية، لأن أغلب الناس بيشتكوا من الشاشة السوداء، فحطيت اللعبة النسخة الأصلية. أوكي، يعني ما فيها مودات ولا فيها ولا شيء، بس اللعبة الأصلية. أوكي، بعد ما تثبت اللعبة الأصلية ضيف مودات، ما في مشكلة. هذه اللعبة قصدي اللي أنا مسويها، بعد ما تثبتها ضيف المودات، ما في مشكلة. والنقطة الثانية يا عيال، لازم تثبت هذا الاي بي كي، هذا لازم نثبته، لأن النسخة الجاية كلها حسويها على نفس النسخة هذه. أقصد على نفس الاي بي كي، على نفس اللعبة الأصلية هذه كلها حسوي النسخ. يعني حضيف اللعبة الأصلية بعدين أجي أضيف المودات، يعني زي كذا. فلازم إنك تحمل النسخة هذه وتثبتها عندك تخليها، عشان لما أنزل يعني نسخ جاية يعني على طول تيجي وتنقل الملف، يصير اللعبة تكون جاهزة عندك، تنقل الملف يعني في داتا خلاص، يصير إيش خلاص كل شيء جاهز معك، ما يحتاج يعني تيجي وتحل مشكلة الشاشة السوداء تروح تيجي. فالإي بي كي هذا لازم إنك تحمله. أوكي، لازم إنك تحمله وتثبته وتخليه في جهازك، بحيث يعني لما أنزل نسخة جديدة يكون عندك موجود، يكون بس تضيف الملف وخلاص واللعبة هتزبط معاك. وثالث شيء يا عيال، الشرح ما أقدر أنزله في اليوتيوب هنا، ما أقدر والله. لو كنت أقدر كنت حنزله وأشرح لكم بالتفصيل، بس ما أقدر، اليوتيوب ما يسمع بالشيء هذا، فمضطر إني أنزله في تيك توك. إيش أسوي أنا؟ النقطة اللي بعدها يا عيال، اللعبة سويتها بنسختين، نسخة أندرويد 14 وتحت، يعني 14 13 وتحت، ونسخة أندرويد 15. فاللعبة أنا سويتها لعبتين، لعبة حقت أندرويد 15 ولعبة حقت أندرويد 14. فيعني اللي جهازه أندرويد 14 وجرب حقت أندرويد 14 وما اشتغلت، خليه يجرب نسخة 15 تشتغل معه. وفي بعض الأجهزة القوية إصدار أندرويد 15 اللعبة ما تشتغل. إلى الآن ما لقيت حل للمشكلة هذه، قاعد أحول وقاعد أدور حلول، ما في نهائية، ما في إلا إنكم تحملوا اللعبة النسخة المحدثة، يعني اللي إصدارها 2.11 زي كذا، إيه هذيك تشتغل. أما النسخة الباقية كلها ما تشتغل، قديمة هذه، ما أعرف إيش المشكلة. فإلا تصبروا يعني حق الأجهزة القوية، بعض الأجهزة القوية تشتغل وبعضها لا، يعني مثلا زي سامسونج اس 25 الترا اللعبة ما تشتغل، ما أعرف إيش المشكلة فيها، مع إنه بعض الأجهزة أندرويد 15 تشتغل، فماني عارف إيش المشكلة يعني. بعض الأجهزة أندرويد 15 وقوية وتشتغل، وبعضها ما تشتغل، ما أعرف إيش المشكلة وما لقيت لها حل إلى الآن. فاللي عنده حل يقول لي يا عيال، لأني ما لقيت حل إلى الآن بصراحة. اللي عنده أندرويد يعني 15 وجهازه قوي يعني وجرب اللعبة واشتغل معاه، يعني يقول. بالنسبة لي أجهزة الآيفون بصراحة يا عيال صعب إني أطور فيه بصراحة، صعب إني أعدل النسخة فيه. وبرنامج سكارلت مو شغال، وما عندي أي برنامج أثبت منه اللعبة، وما أعرف كيف. الآيفون صعب يا عيال، ما أعرف له يعني، صعب إني أسوي فيه نسخ الآيفون. ولازم برنامج قبل كان يعني سهل، ما أنا عارف يا عيال، ما أعرف إيش المشكلة. هنا اللعبة صارت صعبة، ما أعرف كيف. أجي أعدل الملفات وكل شيء أضيف، اللعبة ما تبى تثبت، وبعض الأحيان مشاكل، بعض الأحيان تثبت تكتمل 100% واللعبة ما تشتغل. فماني عارف يعني الآيفون يعني صعب التطوير فيه يا عيال، فعشان كذا حقين الآيفون ما أقدر أسوي لكم. وكان برنامج سكارلت دحين مقفل. دحين لو جيت وعدلت النسخة وأعطيتها يعني أعطيتها لكم، يعني كيف حقدر أجرب النسخة بدون ما أشوفها وأجربها وكل شيء. فحقين الآيفون اعذروني، ما أقدر إن أسوي لكم نسخة حاليا، لما نشوف إن شاء الله بعدين لو برنامج سكارلت يعني ضبط نسوي لكم نسخة إن شاء الله. أو اللي عنده يعني برنامج في التطبيقات يعني يقول لي، وبس يصير إيش خلاص أعدل النسخة حقت الآيفون وأضيفها لكم. فأنتوا يعني حقين الآيفون اتأخرت عليكم مرة أنا عشان المشكلة هذه، وماني عارف إيش أسوي أنا يعني. فاللي عنده حل يعني يقول لي، يعني اللي عنده تطبيق كذا وش يقول لي، يصير إيش أثبت أعدل النسخ هناك في الأندرويد، يعني أعدلها وأوديها للآيفون وأجربها زي كذا. لازم النسخة تجرب يا عيال، كيف أقدر أعدل وأعطيكم بعدين تروحوا اللعبة ما تشتغل؟ فلازم إني أجرب، إني أعدل اللعبة وأجربها أشوف إذا تشتغل 100% يصير أنزل لكم مقطع. وما أقدر إني أعدل النسخ في الأندرويد، أنا بعدل النسخ في الأندرويد، ما أقدر إني أعدل النسخ وأعطيك إياها وتروح بعدين تجربها واللعبة ما تشتغل وقروشة. أنا ما أبغى أنا يعني صراحة، أنا أبغى إنه اللعبة تكون شغالة معاك وتلعب على الأقل، حتى لو إنه يعني فيها كراش يعني على الأقل تشتغل يعني. وبس يا عيال، هذه بعض النقاط اللي كان لازم أتكلم عنها. الروابط راح تلقوها في الوصف، والشرح موجود في الوصف يا عيال. وبس ما بطول عليكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة.